السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الشباب يسألوا يقولوا أنا أذنب وأعصي الله سبحانه وتعالى، بس بعدين أخشع وأتوب وأستغفر الله سبحانه وتعالى، بس يجيني بعدين يوم ضعف أذنب مرة ثانية، بعدين أتوب، بعدين أذنب، بعدين أتوب، لين ما أحس إني وصلت لمرحلة إني منافق، إني قاعد أخدع الله سبحانه وتعالى. أحس إنه خلاص ما ينفع إني أرجع أتوب، لأني عارف إذا تبت حرجع أعيد نفس الذنب، وكاني ألعب على نفسي وألعب على الله سبحانه وتعالى. فأحسن خليني أكمل على الموضوع، خليني أكمل على المعصية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يذنب. فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه، أنت أذنبت يكتب عليك وتحاسب عليه. قال: ثم يتوب. قال صلى الله عليه وسلم: يغفر له. قال: ويذنب. قال: يكتب عليه. قال: يتوب. قال: يغفر له. قال: ويذنب. قال: يكتب عليه. قال: يتوب. قال: يغفر له. ولن يمل الله حتى تملوا. هنا الشاهد: ولن يمل الله حتى تملوا. أنت مهما فعلت من الذنوب ثم تبت، الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة يغفر لك ذنوبك. لو أذنبت 1,000,000 مرة وتبت 1,000,000 مرة، وفي المرة 1,000,001 أو 1,000,002 أذنبت ثم تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى من رحمته سيغفر لك ذنوبك إذا صدقت في التوبة. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. فلا تقل أبدا أنه خلاص تبت وأذنبت ما فيه الكفاية، يجب أن أتوقف. هذا الشيطان يضحك عليك، يبغاك تكمل في المعصية من غير توبة. أنت تب الله سبحانه وتعالى لن يمل حتى تمل أنت، ومهما كانت ذنوبك كثيرة فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفرها. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبدا لا تقنط من رحمة الله، أحسن الظن بالله، اعلم أن رحمة الله أوسع من معاصيك، أوسع من ملء الأرض من معاصيك. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت كن أواب، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، تب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا. اعلم أنه ما دامت فيك الروح، إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر لك وسيغفر لك، بل يبدل ذنوبك وسيئاتك إلى حسنات. الذنوب تمحى وتبقى الحسنات. هل هناك فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ لا تجد. استغل هذه الفرصة. ليش ما نستغل الفرصة هذه؟ لأنه سيأتي يوم سيندم فيه من لم يتوب. إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة، تنقطع باب التوبة. فالآن الباب مفتوح، الآن نستطيع أن نغير، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله سبحانه وتعالى، نكثر من الاستغفار. التوبة شروطها بسيطة، شروطها أن تترك الذنب، تقلع عن الذنب، ثم تندم على الذنب، ثم تعزم على ألا ترجع إلى الذنب. إذا فعلت هذه بإذن الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى سيغفر ذنوبك. طيب إذا رجعت إلى الذنب كما قلنا في البداية، ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تفعل هذه وتكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكن بين الخوف والرجاء، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين. فأنت ارجع إلى الله سبحانه وتعالى.